ازاي احسب جرعات الانتيبيوتكس للاطفال، وخصوصا بنتكلم تحديدا دلوقتي على الفيروس. احنا دلوقتي هنشرح الانتيبيوتكس اللي بتتاخد عن طريق العضل او الاي في، ولكن لازم اعرف انا هدي الجرعه ازاي. نص الامبول، طب تلات ارباع الامبول، طب الامبول الجرعه بتتحسب ازاي؟ تعالوا ندي مثال بسيط جدا. انت عندك سيفتريكزيون وليكن مثلا الجرعه بتاعته من 50 ل 100 مللي جرام بر كي جي بر دي. واحده واحده. انا عندي طفل مثلا وزنه 10 كيلو. المعادله عندي ان انا بضرب وزن الطفل في الجرعه اللي احنا مثلا قلنا 50 مللي جرام بر كي جي، دي مثلا دي الجرعه مقصود بيها الجرعه، على تحت خالص تركيز الفايل. يعني مثلا انا هشتغل بسيفتراكزيون مثلا 1 جرام اللي هو 1000، فبالتالي انا عندي طفل وزنه 10 كيلو، فبالتالي هضرب وزن الطفل، يبقى الوزن في الجرعة على تركيز الأنبول. الوزن في الجرعة على تركيز الأنبول أو الفايل. تمام. يبقى إذا وزن الطفل 10 في الجرعة، هشتغل على 50 مللي جرام بر كي جي بر داي، يبقى 50، يبقى 10 في 50 يديني فوق 500 على الفايل. والله أنا عندي سيفتريكزيون زي ما نشرح مثلا في منه ال 500 وفي منه ال 1000. أنت عندك هتشتغل بال 500، يبقى اقسم على 500 يديك الإجابة واحد. يبقى فوق 10 في 50 يديني 500 على 500 اللي هو تركيز الفايل اللي هديه، يبقى واحد. معنى كده إن هو هياخد الفايل كامل، هياخد العبوة كاملة. حلو كده. طيب هتقولي يا دكتور ما هي دي سهله، ما هي دي مديانا فايل مظبوطه. هقول لك تعالى نشوف طفل وزنه 15 كيلو مثلا في نفس مثلا الماده الفعاله اللي هي سيفتراكزيون. هنضرب ال 15 في 50 هيديني 750. طبعا بقى هستخدم فايل اكبر عشان يكفي. هقسم تحت هشتغل بسيفتراكزيون اللي هو ال 1000 اللي هو 1 جرام. يبقى فوق 15 في 50 يديني 750 على اللي هو ال 1000، الاجابه 3 ارباع. يبقى في الحاله دي انا هدي الطفل 3 ارباع الفايل. اظن الموضوع سهل جدا وبسيط. يبقى اذا وزن الطفل في الجرعه اللي موجوده في البروتوكول او جايد لاينز عندك، انا اديتك مثال مثلا وليكن هو السيفتراكزيون على تركيز الفايل. وقلنا الفرق بين الفايل والامبول. معلش احنا بنتكلم في الحاجات البسيطه، اتفقنا نقول كل حاجه. الفايل اللي هو بيكون ليه كاوتشه من فوق وهو مقفول دوت، والامبول اللي هو بيتكسر اللي هو بيكون الازاز اللي هو العادي دوت. تمام. فبالتالي في الحالات اللي زي ديت وزن الطفل في الجرعه على تركيز الامبول، الناتج هو عدد الامبولات اللي هتديها، سواء نص الامبول او الامبول كامل او تلات ارباع الامبول وخلافه. النقطة التانية عشان محدش يتلخبط، ارجوك 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 شوف الجرعة اللي انت اشتغلت عليها دي جرعة اليوم. تمام. كله بتتاخد مرة واحدة زي السيفتريكزيون. انا قلت لك 50 مللي جرام بر كي جي بر داي، فاذا الجرعة اللي انا اديتها لك دي بتاعة ال 24 ساعة اللي هتتاخد مرة واحدة فقط. هتقول يا دكتور طب ايه المشكلة كده؟ هقول لك لو انت اشتغلت مثلا على حاجة زي السيفوتاكسيم اللي هو مثلا وليكن اسمه التجاري سيفوتاكس او كلارفورين او الحاجات دي كلها، ده بيتاخد كل 12 ساعة. هتقول لي طب وبعدين؟ هقول لك الرقم اللي هيطلع لك دوت لو انت اشتغلت بجرعة اليوم ده هتقسمه على مرتين. مثال، نفترض انا نفس الطفل اللي هو 10 كيلو ده انا هديله سيفوتاكسيم مثلا، اللي هو السيفوتاكس مثلا اسمه التجاري. واتفقنا ان احنا نشرح باسم علمه التجاري، احنا مش بنتكلم على مكان معين او بلد معين. فالسيفوتاكسيم ده هشتغل على جرعه مثلا 150 مللي جرام بر كي جي بر دي، وان شاء الله لما نيجي شرح هنقول جرعه كل حاجه. هشتغل على جرعه 150. نفس الطفل اللي هو وزنه 10 كيلو، فانا دلوقتي هضرب ال 150 في ال 10، يديني قد ايه يا دكتور؟ يديلي 1.5 جرام. 1.5 جرام. طب هي دي يا دكتور الجرعه اللي هتطلع لي ال1.5 جرام دي بتاعة اليوم كله؟ ايوه بتاعة اليوم كله. طب السيفوتاكسيم ده بيتاخد مرة ولا مرتين في اليوم؟ بيتاخد زي ما هنشوف في معظم حالات البراكتس واكوردنج لكل حالة. بعد كده في حالات محجوزة تاخد 6 و8 ساعات، بس مش هنخش في النقطة دي. بيتاخد ان براكتس كل 12 ساعة في كتير من الحالات. يبقى اذا بعد ما احسب المعادلة بتاعتي، معنى كده ان الجرعة دي بتاعة اليوم كله؟ ايوه. طب معناها كده ايه؟ اليوم كله هدي اللي هو 1.5 جرام.
ولكن انا هشتغل كل 12 ساعة. يبقى اذا بعد اذنك الرقم اللي يطلع لك اقسمه على الاتنين. يعني الطفل اللي وزنه 10 كيلو هضرب في 150 يديني 1.5 جرام. هل الطفل ده هياخد جرام ونص دلوقتي؟ لا يا دكتور، ده هو ده كل 12 ساعة. معنى كده ان هو ياخد 3/4 جرام اللي هو 750 مللي جرام دلوقتي، و750 مللي جرام بالليل. فبالتالي هجيب الامبول اللي هو السيفوتاكسيم اللي هو السيفوتاكس 1 جرام، وادي 3/4 الفايل دلوقتي، و3/4 الفايل بالليل. تمام، او بعد 12 ساعة طبعا حسب انت بدأت الجرعة الاولانية امتى. فاذا انتبه، المعادلة اللي احنا ذكرناها دي هل هي بتاعت اليوم كله؟ فالرقم اللي هيطلع لك هتديه خلاص دلوقتي وتعيده بعد 24 ساعة، ولا هل هي كل 12 ساعة مثلا؟ فالرقم اللي يطلع لك هتقسمه على مرتين. طب يا دكتور معلش، لو انا هشتغل بيه مثلا في العناية او هشتغل بيه في حالة محجوزة كل 8 ساعات، هقول لك نفس الكلام. احسب المعادلة والرقم اللي يطلع لك اقسمه على التلاتة. يا دكتور كل 6 ساعات اقسمه على 4. فبالتالي مهم جدا وانت بتذاكر، وهنركز جدا في الشرح لما نشرح ان شاء الله الانتيبيوتكس بعد قليل، انك تميز. ساعات بعض المراجع يقول لك بيردي وبعضها يقول لك بيردوز، فانتبه. لو المعادله بيردوز هو ريحك، الرقم اللي هيطلع لك ده بتاعت الجرعه حاليا. ومعظم طبعا المراجع بتشتغل بيردي، ولكن بعض الكتب وبعض الحاجات الشروحات بيكون دكتور بيشرح او حد بيشرح ساعات بيبقى عاوز يسهلك الموضوع يقول لك بيردوز، فانت انتبه بيردي ولا بيردوز.